مال وشك تعبان كده ليه؟ ما نمتش كويس امبارح ليه خير؟ عشان عرفت انك واخده قرض بضمان السنتر، وانك بقالك اكتر من سنه مش بتسددي الاقساط اللي عليكي، فالبنك هيحجز على السنتر. مين اللي قال لك كلام الفرح ده؟ مش مهم، المهم ان انا اتاكدت والكلام ده حقيقي. اتأكدتي منين ان شاء الله؟ أنا فعلا خدت قرض ومش بسد بقالي كام شهر عشان الظروف كانت صعبة، بس أنا اتصرفت. هاخد قرض جديد بضمان المركب عشان يسد القرض الأولاني لحد ما السنتر يشد على شهر 3 والسياحة ترجع. سنتر ايه وسياح ايه؟ سيف مموت نفسه وهو واخواته في التجديدات عشان يبيعوا السنتر اول السيزون الجاي. انت بتتكلمي في ايه؟ بنك ايه اللي هيديكي قرض تاني وانت اصلا مش مسدده اللي عليكي؟ السنتر مش هيتباع يا هيلا، ده كان قرار غلط أخده سيف في وقت غضب عشان كان زعلان من أخوه عشان اللي هببه، لكن السنتر مش هيتباع. وأنا لما الأمور تتحسن هقعد مع أولادي وأقول لهم الكلام ده وهم هيفرحوا، عشان السنتر ده شقى عمر أبوهم. هو انت مش مدركه ان سيف وعلي وحسن وفيرا وانا كلنا عمالين بنخطط بقالنا شهور على اساس ان في فلوس هتدخل نص السنه الجايه؟ الفلوس دي ممكن تغير لنا حياتنا وتغير حاجات كتير قوي. وانتي من امتى مهتمه بظروفنا الماليه؟ من امتى؟ ما انتي كنتي بتشتغلي شغلانه محترمه بمرتب معقول وسبتيها ورحتي اشتغلتي جرسون بملاليم يا دوب بتجيب لك صباع روج، ولما ابني اتزنق واحتاج انه يتسند ما لقاش منك غير انك قاعده تلوميه وتنتقديه وتديله في محاضرات وايه اللي انت بتعمله ده وده غلط وده صح ومش لعبه ومش متنيله. لا لو سمحتي ما تقلبيش عليا الترابيزه، عشان الكلام ده ملوش معنى دلوقتي خالص. اقول لك على حاجه، انا الغلطانه اللي جايه اتكلم معاكي الاول. هقول لسيف على كل حاجه وهو هيتصرف. لا انتي مش هتقولي له، عشان لو انتي قلتي له انا كمان هقول له على السر اللي مخبياه في قلبي بقالي شهور. سيف عارف كل حاجه. سيف عارف؟ مين اللي قال له؟ انا اللي قلت. انتي اللي قلتي له؟ حرام عليكي يا شيخه، عايزه تموتي لي ابني زي ما موتي حفيدي؟ ايه؟ انا قلت لك نوديه المستشفى، قلت لك الولد تعبان محتاج حد يبص عليه، بس انتي ما رضيتيش، وتهيأ لك ان انتي الوحيده اللي بتفكري صح، ما رضيتيش تسمعي كلامي. انت بتقولي ايه؟ بتقولي ايه؟ انا ما رضيتش اضغط عليكي، شككتيني في نفسي. يا ريتني كنت ضغطت، كنت شلت الولد وجريت بيه على المستشفى. يمكن لو كنت عملت كده كان زمانه عايش في وسطينا. بس حرام عليكي. حرام عليا انا؟ ربنا لوحده اللي يعلم انا عملت ايه عشان اقدر اسامحك. ايوه انت تسببتي في موت مالك، بس ورغم كده فضلتي واحده من العيله. فضل ابني يراعي ربنا فيكي وانا فضلت اعاملك زي بنتي، ورديتي ده بايه؟ بالاذيه. خنتيه هو وجايه تهدديني في بيتي. بس ليلى فين؟ جوه. وهو هنا؟ هو مين؟ هيكون مين يعني؟ نزل من الصبح بدري وهو موبايله مقفول. اتفضلوا. اهلا وسهلا استاذ عمر. اهلا مدام مها. انا بجد مش صدقني انك كلمتيه.
ممكن تقعدوا عشان نحاول نلاقي حل للموضوع؟ انا جاي اخد بنتي وامشي، بعدين بقى اشوف ايه حكايه ابنك الصايع ده. انا متفهمه موقفك، بس عايزه ااكد لكم اني ما كنتش اعرف اي حاجه عن العلاقه بين ابني وبنتكم، والا كنت كسرت رقبته، وهو يستاهل. هو فعلا يستاهل كسر رقبته، واوعدك ان انا اول ما اخد بنتي وامشي هعمل كل اللي اقدر عليه عشان ياخد اللي يستاهله. يلا يا ليلى. مامي انا مش جايه معاكي غير لما توعديني اني مش هتكلمي جده. مش وقته الكلام ده، يلا. انا عارفه ان ابني عمل لكم مشكله كبيره، وطول عمره بتاع مشاكل، معلش، بس والله هو طيب. انا مش جايه هنا عشان اعرف اذا كان ابنك طيب ولا لا. ابنك بيعصي بنتي عليا، ولسه بيكلمها لغايه دلوقتي. لا، وبيكلمها في الجواز. تعرفي احنا ولاد مين؟ تعرفي جدها لما يعرف هيعمل ايه؟ يلا يا ليلى. لا، اوعدك ان ابني مش هيكلم بنتك تاني، ومش هيحاول يشوفها. بس احنا بنمر بظروف صعبه الايام دي. البنك حجز على كل املاكنا، وما فضلناش غير البيت ده اللي احتمال نضطر نبيعه. فربنا اخد لك حقك تالت ومتلت، وما احناش حمل لمشاكل جديده، ولا احنا حمل القرف اللي حطيتونا فيه. بقول لك يلا يا ليلى. لا يا مامي انا مش همشي، انا عارفه انك هتكلمي جده. يلا يا ليلى. يلا يا بنتي. وبعدين ما بالراحه على نفسك شويه. مش عارفه تمسكي نفسك خالص، قاعده بتسبلي لجوزي قدامي. في ايه؟ لا، لحد كده بقى. ولا انتي من ساعه ما دخلتي وانتي بتتجاوزي في حقوقنا كلنا، لكن دلوقتي انا مضطره اقول لك احترمي نفسك. انا اللي احترم نفسي، صح؟ طب ما ايه رايك كده لو قلتي لمرات ابنك تبعد عن جوزي الاول، وبعدين ابقي اتكلمي عن الاحترام. ليلى، قومي روحي مع بابا وماما. يلا. شرفتونا قدامي. انت جيتوا. بص يا باشا، انا راجل فحري ودغري، حوش منك عني. استنوني بره، استنوني بره. لما انت دغري بتكلمها ليه لحد دلوقتي؟ ما حصلش. هي فكرة ان انا هتجوزها. انا ما بكلمهاش. اقولها لك ازاي دي؟ باخد بخاطرها. اديني سبب واحد يخليني ما اقتلكش دلوقتي. سيف. بقول لك سيبه.